مشاهدينا الكرام، أكدت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية في حديثها للBBC أن زيارة السفير الأمريكي إلى حماه قوبلت باحتجاج شعبي شديد، وهي دليل على إخفاق أساليب الغرب في إثارة القلاقل في سوريا. لم يسبق أن يزور أولا السفير مدينة بها مشكلة مثل حماه أولا دون تصريح، والأهم من ذلك هو أن يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية بيانا يقول أن السفير موجود في مدينة حماه وأنه يعتزم البقاء حتى يوم الغد. والأهم من هذا أيضا هو أن يصل السفير الأمريكي إلى مدينة حماه في لحظة انعقاد الاجتماع بين أهالي حماه وبين أئمة الجوامع وبين السلطات المدنية في مدينة حماه لفك المشكلة في حماه. وهذا يعني أن وصول السفير الأمريكي إلى حماه هو لمنع حل هذه المشكلة. وأضيف إلى ذلك كيف وصل السفير الأمريكي إلى حماه في مناطق يقطع طرقها المهربون والمشاغبون وحملة السلاح. من أوصله إلى جامع سريجة في حماه في الساعة 6 من مساء البارحة دون أن يتعرض له أحد من المسلحين الموجودين في الشوارع والذين منعوا الموظفين في مدينة حماه من الوصول إلى وظائفهم لليوم الرابع على التوالي. دكتورة بثينة، تقولين أن السفير الأمريكي لم يحصل على ترخيص من قبلكم لزيارة مدينة حماه، ولكن الخارجية الأمريكية تقول عكس ذلك، تقول أن السفير نسق مع السلطات السورية قبل التوجه إلى المدينة. لا، هذا غير صحيح. لقد طلبوا إذنا للملحق العسكري الأمريكي للذهاب إلى حماه ولم يعطى ذلك الإذن. دكتورة بثينة، لدينا يعني مقطع للسيد وليد فارس مستشار السياسي للكونغرس الأمريكي يتحدث عن حصول السفير الأمريكي على ترخيص لزيارة مدينة حماه. لنستمع له أولا وأعود إليك إذا سمحتي. تفضل. أعلمت، ولو السلطات تريد أن تضع حدا فأن اتصال هاتفي واحد قانوني وحاسم يعني يضع حدا لهذا الموضوع. أنا أعتقد أن السلطات السورية تريد أن يعني تخرج لرأي عامها لمن يناصرها بأنها قد تنتقد هذه الزيارة، ولكن عمليا تعلم أنه بنفس الوقت هي لا تريد قطع يعني شعرة معاوية مع الإدارة الأمريكية. دكتورة بثينة، التعليق على هذا الكلام؟ بدون شك سوريا لا تريد قطع شعرة معاوية مع الإدارة الأمريكية، ولكن هناك احتجاج شديد من قبل الشعب السوري واستياء شديد من قبل الشعب السوري حول بيان الخارجية الأمريكية بأن السفير موجود ويعتزم البقاء إلى يوم الجمعة، وعشية التوجه إلى حوار وطني بين كل شرائح المجتمع السوري. هذا يعطينا رسالة أن الولايات المتحدة تقول لا للحوار. إذا كانت الولايات المتحدة تريد المسار الديمقراطي والإصلاحي في سوريا، لماذا لم تعبر عن رأيها بدعم الحوار؟ ونحن متجهون للحوار بكل الأحوال، وهناك عدد كاف من المعارضين الوطنيين وكافة شرائح المجتمع التي سوف تحضر هذا الحوار، ولكن لم نسمع كلمة من الغرب يشجع الحوار بين أبناء الشعب الواحد. على كل لقد اتضح. تفضل. دكتورة بثينة، يعني في نفس البيان الذي تحدثت فيه الخارجية الأمريكية عن الزيارة، وتقول أن الولايات المتحدة بهذه الزيارة هي متورطة بشكل مباشر بالأحداث في سوريا، في نفس البيان تتحدثون عن أن سوريا مصممة على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن والاستقرار. يعني بغض النظر عن هذه الزيارة ووقوعها، السلطات السورية ستواصل نفس الطريقة في التعامل مع ما يقع في سوريا وما يقع بالتحديد اليوم في مدينة حماه، ونحن نعلم أن هناك يعني إعداد لحملة عسكرية ضد المدينة. أنا أعتقد أن هذه الزيارة هي دليل على فشل الأساليب التي دعمت من قبل الغرب بإثارة القلاقل في سوريا. لقد توضح الآن للشعب السوري مدى الاستهداف الخارجي، سواء في مؤتمر أنطاليا أو في مؤتمر باريس الذي حضره البعض مع الصهاينة. لقد تبين أن الخط الذي يريد خراب سوريا هو الخط الإسرائيلي والخط الصهيوني والخطوط الداعمة له. وحين توضح للغرب أن الشعب السوري ماض في الإصلاح وماض في التوجه إلى الديمقراطية وعازم على سير هذا المسار بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد،
الغرب اضطروا إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات العلنية بأن يذهب السفير بنفسه لكي يقول الشعب لا للحوار، ولكن الشعب السوري قال نعم للحوار، والحوار ماض بإذن الله والإصلاحات ماضية. وأريد أن أذكر الغرب أن عمر سوريا هو 7000 سنة، وأنه قدم إلى سوريا مئات الغزاة وذهبوا، وبقي الشعب السوري شامخا مدركا لدوره ولقيمته التاريخية والجغرافية والحضارية والسياسية. سيدة بثينة، القيادة في سوريا تتحدث مرارا وتكرارا منذ بداية الأزمة عن مؤامرة خارجية، تدخل خارجي، واليوم تتحدث عن تورط مباشر أمريكي في الأحداث الجارية. هل لك أن تشرحي لنا ما هي هذه الآليات التي ترونها أن من خلالها هناك مؤامرة وتدخل خارجي، حتى نفهم ماذا تقصدون بالمؤامرة والتدخل؟ يعني أصبحت القصة واضحة حين يذهب سفير الولايات المتحدة إلى حماة ويدخل في مناطق لا يستطيع أي مواطن سوري أن يدخلها إلا إذا كان مع المسلحين. هذا سؤال يطرح عليكم، كيف وصل إلى تلك المناطق وأنتم لا تعلمون؟ لا، ونحن لا نعلم. أنا أريد، لذلك أنا أقول للغرب أن سوريا تتصرف بالقدر الأقل بالنسبة لأحداث الشغب هذا. وأنا أريد أن أسألك، لو كانت هناك أي مدينة غربية أتى بها مسلحون ووضعوا حواجز على الطرقات ومنعوا الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم، ماذا كان يحصل؟ كانت المدينة سوف تقصف بالطائرات، وكانت سوف تتعامل بالبلدوزرات. لذلك أنا أقول للغرب إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية ضد المسلحين والمخربين والمشاغبين ومن يدعمهم هي أقل ما يمكن، والشعب السوري يطالب بأكثر من ذلك بكثير لإنهاء هذه الحالة اللا طبيعية في سوريا. يعني